قرية العلم الكردية من عشيرة الناف، فخذ قوري وبعض عائلات عربية لهم صلة قرابة مع قرية الحاصل وتل عران وكبارة وتل بلاط وشيخ كيف وجدود. عدد سكانه حسب إحصاء عام 2004 1689 شخص، أما الآن فحوالي 2500 نسمة، ومساحة القرية 1400 هكتار تقريبا. تتبع إداريا لمحافظة حلب منطقة سفيرة، بلدة تل عران الكردية تبعد عن حلب شرقا 14 كيلو متر، وعن منطقة سفيرة غربا 9 كيلو متر، وعن بلدة تل عران شمالا 6 كيلو متر. تحدها من جهة الغرب قرية الحاصل، ومن جهة الشرق قرية جبرين، ومن جهة الجنوب قرية كبارة، ومن جهة الشمال قرية قاح وجب خبشة. عوائل كبيرة فيها عائلة إبش وعائلة مصطفى خليل. القرية على طريق الدولي تربط بين حلب والجزيرة ومنها إلى العراق. تشتهر القرية بدرجة الأولى بزراعة القمح والشعير والعدس والكمون وخضروات الصيفية بكثرة مثل البندورة والباذنجان والخيار والجبس والبطيخ والبصل، وزراعة القطن من أجود أنواع، وزراعة الذرة الصفراء. ونسبة من أهالي القرية يعملون بمجال الجبصين في حلب وفي أوروبا ودول أفريقية. القرية غنية بمصادر المياه، تمر منها قناة المياه من الفرات لسقي الأراضي في المنطقة، ويتوفر مياه الجوفية على مسافات قريبة. يوجد في القرية القديم يعتقد أنها خورية حسب دراسات تلول الأثرية في المنطقة. المعلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوت محمد الأحمد، وجزيل الشكر للمحامي علي عبد الله كولو.